نشاط مكافحة العدوى في مستشفى 57/3/57 بدأ منذ افتتاح المستشفى بإنشاء قسم مكافحة العدوى، ومرجعيته كانت مرجعية عالمية طبقا لنظام CDC أو Center for Disease Control and Prevention. في آخر سنتين احنا بدأنا نوع من التطوير، أضفنا ليه جزئية الفحوصات المعملية وخصوصا في الأماكن الهامة أو الكريتيكال زي الرعايات المركزة والبون مارو ترانسبلانتيشن. بالنسبة للعينات اللي بيتم أخذها من بعض الأماكن الهامة في بيئة المستشفى، نقدر نقول إن بيئة المستشفى آمنة بنسبة تزيد عن 83%، بحيث إنه لا يوجد أي ميكروبات ضارة ممكن تصيب أطفالنا. إحنا لينا برنامج، وهذا البرنامج لا يتم تدريسه إلا عن طريق الإنترنت، ما عدا في الولايات المتحدة الأمريكية ومستشفى 57. كل ما كان قسم ونشاط مكافحة العدوى بيتم بطريقة صحيحة، ده طبعا بيحسن وليه مردود مهم قوي على نسب الشفاء، وبيزيد من أعداد المقبولين في مستشفى 57/3/57.